السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير. اليوم طول أعماركم نبى نتكلم عن أبو زيد وعليا وكيف التقى أول مرة. طبعا أبو زيد اسمه الحقيقي سلامة بن رزق الهلالي، سمي بأبو زيد لأنه يقولون في كل مجال قام يزيد عن عيال القبيلة سموه أبو زيد. طبعا حسن بن سرحان أميرهم كان مانع أي شاب من شباب بني هلال أنه يتزوج من خارج بني هلال، فراح يوم من الأيام أبو زيد جهة الجنوب وحصل عليها وتعرف عليها. في يوم رجع بدأ أنه يتكلم الحسن بن سرحان عن عليا، وكان يقنعه وكان يعني يعلمه في أوصاف ما قد شافها أحد. كان حسن بن سرحان شيخهم رافض تماما الفكرة، فكل يوم أبو زيد عنده كل يوم أبو زيد عنده يكلمه على نفس الموضوع ويكلمه عن عليا. قالوا حسن بن سرحان أنا برسل لها وأشوف هي نفس كلامك أو ما هي بنفس كلامك. وفعلا أرسل حسن بن سرحان ناس وراحوا شافوا عليا، قال أوصف عليا لنا. قال عليا أن وقفت ما هي بطول الحريم وإن جلست في أطولها، وصفها للشيخ حسن. المهم الشيخ حسن أرسل ناس يشوفون عليا، راحوا على وصف أبو زيد الهلالي وجوا على المكان اللي هو وصفهم له وانتظروا نجت عليا وشافوها ورجعوا وقالوا إنها دقاقة وإنها نحيفة وإنها مهي زينة يوم إنهم رجعوا. فطلب الشيخ حسن أبو زيد قال شوف أنت بس إن عقلك قام يعطيك كلام وإن البنت مهي بنفس الكلام اللي أنت تقوله. بدأ أبو زيد يتكلم في عليا من جديد وبدأ يقنع الشيخ وبدأ يقول لا أنت روح شوفها، أرسل ناس ثقات غير الناس داله. من كثر ما يلح عليه أبو زيد قرر الشيخ أنه يروح بنفسه مع واحدة اسمها بلعلة. قال أنا بروح أشوفها بنفسي وأتأكد من ذا الكلام. فراح الشيخ حسن بن سرحان للمكان اللي وصفه له أبو زيد واللي عليا تجي عليه. في يوم أقبل أن البنات له يشوف وصف أبو زيد وله يشوف عليا عرفها بالوصف. في يوم شافها الشيخ وأنها اختلفت علوم وتغيرت وينشد أبيات يقول بلعلة قد لي مع الدرب ناقتي، يقول متخوية أبلعلة قد لي مع الدرب ناقتي بحسناك ولا نادلي من يقودها، يقول كانك انك ما تقدر نادلي أحد خليه يقود ناقتي بعد. أبلعلة قد لي مع الدرب ناقتي بحسناك ولا نادلي من يقودها، يقولون لي علي النشاش دقاقة وأنا أقول ريان من الغي عودها. طبعا اللي راحوا الأولين يقولون دقاقة، الحين هو يرد عليهم الشيخ حسن يقولون لي علي نشاش دقاقة وأنا أقول ريان من الغي عودها، يقولوا لي علي النشاش دقاقة وأنا أقول ريان من الغي عودها. إن وقفت دق العسيل يبركها وإن دنقت من ردها إلا نهودها، قولوا لطراد الهوى يطرد الهوى وأنا كفيلك عن بلاوي يحسودها. كذا ما عاد خلاص الشيخ حتى الشيخ تغير. قيل إن العسيلي إنه شكل من شيء من الجلد يجي على الخصر، وإن خصر عليا ما في شيء يرده ينزل مع خصرها على طول. كذا سمح لأبو زيد ما لا سمح لغيره. وهذه سالفتنا عن عليا اليوم، وإن شاء الله انتظرونا في الأيام القادمة بننزلكم قصص جديدة بإذن الله عن بني هلال. السلام.